خلينا متفقين ان كلنا كنا بنتمنى السيناريو ده يحصل. سيناريو ان الاهلي والزمالك يكونوا في نهائي كاس السوبر، وده اللي حصل بعد فوز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح، وبعد طبعا فوز الاهلي على سيراميكا بنتيجة 2-1. فالافضل للبطولة وللنهائي كتسويقيا وكل حاجة، وان البطولة خصوصا ان هي بتتلعب في الامارات، ان كان الاهلي والزمالك يكونوا هما طرف النهائي. بس اللي بوظ الصورة امبارح، واللي بوظ الشكل العام، واللي بوظ منظر البطولة هو شتيمة جماهير نادي الزمالك لزيزو لحكم المباراة. انا ما اعرفش احنا هنفضل في المستوى ده لعند امتى، المستوى المتدني من حيث الشتايم في اللعيبة او في الحكام او في الكلام ده. خليك فاكر ان في حد من اسرتك او من اسرتي او من اسرة اي حد، بنات او امهاتنا او اخواتنا او زوجاتنا، قاعدين قدام التلفزيون وبيتفرجوا على المباريات عادي زيك بالظبط يعني. فخليك كده متخيل لما هم يسمعوا الشتيمة اللي انت بتقولها دي هيبقى شكلك ايه، او هيبقى شكلنا ايه. او بما اننا مسلمين وبما اننا كلنا ديننا واحد، تدخل ليه في عرض الراجل وفي عرض اسرته وفي عرض مراته وتشتم ليه الشتايم اللي ملهاش اي 30 لازمة؟ استفدت ايه؟ انا عايز امسك واحد زملكاوي من اللي كانوا موجودين في المباراة امبارح، اقول له استفدت ايه لما شتمت زيزو او شتمت مرات زيزو؟ ايه الاستفادة من كده؟ شلت وزره، شلت سيئات ليه؟ خليت شكلك وحش، خليت الناس كلها تتكلم عنك، واستفدت ايه في الاخر؟ ولا حاجة. احنا كلنا بنتمنى ان الماتش يبقى اهلي وزمالك عشان الجماهير تبقى موجودة، عشان الماتش يبقى احلى وتبقى الجماهير مالية الاستاد. وخصوصا انت بتلعب في دولة بره مصر، دولة الامارات. فليه تخلي شكلنا كده قدام الناس؟ وليه تخلي شكلنا كده في الملعب امبارح قدام الناس؟ استفدت ايه؟ ولا اي حاجة. هتفضل لعند امتى تشتم في زيزو، تشتم في اهله؟ ما خلاص هو الراجل مشي. انت ادارتك ما قدرتش ان هي تحافظ على الراجل، ما قدرتش ان هي تديله حقوقه، والراجل ليه الحق ان هو يمشي. انت هتقعده في النادي بالعافيه، زي ما فضلت تشتم في امام وزي ما فضلت تشتم في كهربا. فانت تقريبا واخدهم بالدور يعني. خلصت على كهربا او خلصت شتيمه في كهربا دخلت على امام، خلصت شتيمه في امام دخلت على زيزو. وكلهم اتألقوا مع الاهلي وكلهم عملوا تاريخ مع الاهلي وخدوا بطولات مع الاهلي وما تأثروش بشتيمتك في حاجه. وانت اللي بتشيل الذنب في الاخر، وانت اللي بتشيل الوزر في الاخر. فانت مش مستفاد اي حاجه باللي انت بتعمله ده. بالعكس، انت اللي بتشيل الذنب ولا انت اللي بتشيل الوزر، وهتيجي في يوم من الايام وهتتعرف، وممكن تتحبس وممكن يتعمل لك مشاكل عشان خاطر كلمتين ما لهمش لازمه انت قلتهم في المدرجات. قول لي استفادتك وقتها هتبقى ايه؟ ولا اي حاجه. خليك فاكر وخليك مقتنع ان دي في الاول وفي الاخر دي كوره. دي كورة، لعبة ترفيهية، احنا بنرفع عن نفسنا بيها وبنتفرج عليها، واللعيبة دي شغلتها وبياخدوا فلوس عليها. وانت الحاجة الوحيدة، الحاجة الوحيدة في منظومة كرة القدم دي اللي مش مستفاد حاجة منها غير ان انت بتتفرج عليها بس، لا بتاخد منها فلوس ولا بتتربح منها ولا اي حاجة. فاتبسط بيها وافرح بيها واتفرج عليها من غير تعصب، وما تشتمش حد وما تغلطش في حد. وخليك قاعد في دماغك كده، او اولويه دماغك في حته الكوره دي، ان هي حاجه ترفيهيه بالنسبه لك، حاجه انت بتتفرج عليها عشان ترفع عن نفسك، تخرج نفسك من ضغوط الحياه وضغوط القرف اللي احنا عايشينه. وحاجه ترفيهيه بالنسبه لك، مش لها لازم انت تشيل ذنب منها، مش لها لازم ان انت تغلط في حد او تشتم حد او تضايق حد بسبب كوره او بسبب لعبه ترفيهيه ملهاش اي 30 لازمه يعني. اتمنى ده ما يحصلش تاني. اتمنى ما الواحد ما يشوفش المنظر ده تاني في المدرجات. اتمنى الناس اللي عملت كده تتعاقب بقى وتتمنع من دخول اصلا المباراة النهائية، لان كده ما ينفعش. هتخلي منظرنا زبالة قدام الناس، قدام كل اللي هيتفرج، وانت خصوصا انت بتلعب في دولة عربية يعني كل الناس هتتفرج عليك. وده ديربي القاهرة، الناس كلها بتشوفه والناس كلها بتحب تتفرج عليه. مش لازم نبوظ منظرنا، مش لازم نبوظ شكلنا في الملعب. الواحد كان يتمنى ان هو يطلع يتكلم بنتيجة يعني بطريقة ايجابية اكتر من كده، خصوصا ان المباراة تبقى اهلي وزمالك وديربي، ويتكلم في حاجة احسن.
عن الماتش وعن المباراة، وان الدنيا حلوة والمباراة تبقى حلوة والاجواء تبقى حلوة وكل الكلام ده. بس كلمتين او بعض من الجماهير بوظ الدنيا امبارح بالشتيمة وبالغلط اللي عمله وبالوضع المتدني الزبالة اللي ظهر في المدرجات امبارح من جماهير نادي الزمالك او من بعض جماهير نادي الزمالك، عشان مش نجمع الناس كلها، لان طبعا مش كل الناس كده ومش كل الناس وحشة ومش كل جماهير نادي الزمالك بتعمل كده. خلاص في ناس متقبلة الوضع وفي ناس بتقول لك عادي دي كورة ودي احتراف، واي حد ليه الحق ان هو يروح في اي حتة. ما انا ممكن احمد عبد القادر عقده هيخلص في يناير، ممكن احمد عبد القادر يروح الزمالك. انا هاجي الماتش اللي بعده او هاجي كل ماتش اغلط في احمد عبد القادر عشان هو راح الزمالك؟ ما مع السلامه يا عم، ما اللي جابك هيجيب غيرك، ايه المشكله يعني؟ مع الف سلام. بس الموضوع بسيط والموضوع سهل والموضوع ملوش اي 30 لازمه، والوضع مش ليه اي 30 لازمه ان انت تشيل نفسك ذنوب وتشيل نفسك وزر عشان لعبه ترفيهيه زي ما قلنا. ماتش هيبقى حلو، عايزين نستمتع بيه، عايزين نفرح بيه، عايزين شكلنا يبقى كويس. كل الكلام ده عايزين نشوفه، مش لازم نشوف حاجة زبالة، مش لازم نشوف حاجة متدنية، نشوف شتيمة، نشوف قلة أدب في المدرجات. كل الكلام ده ملوش لازمة وملوش أي 30 لازمة، ومش هيفيدك بحاجة ومش هيفيد الماتش بحاجة، واللعيب مش هيتأثر بيه ولا هيبقى في دماغه. فعادي يعني، كبر دماغك وخلينا نستمتع بالمباراة، خلينا نستمتع بالحدث. الحدث حلو. كلنا كجماهير نادي اهلي كنا نتمنى ان الزمالك هو اللي يصعد نهائي مش بيراميدز. فزي ما انا كنت بتمنى ان انا اقابلك في النهائي، اتمنى انت كمان انت تقابلني في النهائي عشان الحدث نفسه يبقى كويس ونطلع بافضل صورة ممكنة والوضع يبقى كويس، مش فيها حاجة يعني. بس ده اللي كنت عايز اقوله يعني بخصوص اللي حصل في مباراة بيراميدز والزمالك امبارح، واشوفكم على خير، ونتمنى ان احنا نبقى نشوف مباراة كويسة ونتقابل قبل المباراة ان شاء الله على خير. السلام عليكم.